ايه يا مصطفى؟ بصوا يا جماعه، انا قررت اعمل فكره جديده كده. انا قررت نحاول ندعم المطاعم المجهوله. يعني ايه؟ يعني كل ما نلاقي مطعم مجهول شويه وممكن يكون بيعمل شغل بس ما عندوش اشغال ومش عارف يعمل ماركت قوي ومش عارف يدخل السوق، احنا نحاول نشوف وندوقه ونقيم هل هو ده يستاهل فعلا يخش السوق ولا ما يستاهلش يخش السوق. عشان كده ما نزلتش من اليافطه عليا، انا جيت عليا بعد كده في نص الفيديو هروح على اليافطه لو حسيت ان الموضوع حلو. فانا شايف ان احنا المفروض ندعم الحاجات الصغيره ديت. قول لي بقول لك ايه بقى، ادخل شوف. بص بقى يا مصطفى، هو ده المطعم. هو احنا هي اسمه ورا هنا على فكره، بس احنا مش ظاهرين لغايه دلوقتي. هو عامل شاورما لحمه كايزر، شاورما لحمه فرنساوي، شاورما، هو مركز اعتقد على المشاوي والشاورما. فاحنا تعالى نضرب لنا مثلا ايه كام ساندوتش شاورما لحمه، على كام ساندوتش شاورما فراخ، على الحواوشي، على شويه حركات. يعني احنا نطلب على قد ما نقدر ونشوف في الاخر. احنا ممكن برضه نتكلم مع الراجل ونقول له لا ركز في 1 2 3 وهم دول هتبقى بوم فيهم. وبقول لك ايه، يلا بقى روح بقى. طلبنا يا جماعه الاوردر ولغايه دلوقتي احنا عايشين في سسبنس ان احنا مش قايلين اي حاجه. تمام، بدايتها كده احنا في زراير المعادي. اول حاجه عشان بصيت برضه على الاكل، احنا طلبنا بقى ايه شويه سندوتشات كده شاورما لحمه. تمام، هو العيش تحسه سلايدرز صغنن كده. تمام، تعالى ندوقه. ايه ده؟ ده جميل قوي، اقسم بالله ده حلو قوي. انت عارف ان انا برضو ما بيفرقش معايا، يعني طالما انا لغايه دلوقتي ما ظهرتش اسم المحل مش هيفرق معايا. لو مش حلو هقول والله العظيم مش حلو، وانا عارف انا لو هقول مش حلو هبتدي اوضح ليه مش حلو. يعني فاهم ممكن نعمل ايه عشان يبقى حلو. بجد شاورما مصري يعني ولا غلطه. العيش حلو قوي وصغير كده وعامل زي السلايدرز. خد دوق وميكس الخضره مع البصل مع الطماطم مع اللحمه مع كده مع البقدونس مع الطحينه، بيرفكت بجد. عاجبني جدا، ينافس مطاعم كبيره بقى. اول ما الفراخ تطلع حلوه اروح اعمل كده. ماشي كده بقى الفراخ. مثلا شاورما فراخ اهو، تاخد من على السيخ ومع شويه توميه. وعاده الشاورما المصري ما بتتاكلش فراخ، بس نشوف لو هي حلوه ولا لا. والعيش بص هش ايه، نروح على المحل. جوسي ده يا جماعه المعادي، محل اسمه جوسي في زهراء المعادي. هو جوسي فعلا. هو فعلا جوسي فعلا. ممكن يبقى فيه حاجات صغيره عشان ما نعرفهاش يبقى ده مأثر عليها، وقسما بالله ده مؤثر في رايي. يعني ده مش مؤثر في رايي، يعني انا كرأيي انا هقوله بصراحه كده ان يبقى في حاجه صغننه كده والدنيا مش ماشيه معاها قوي. لا ده فلا محتاج لا عايز ابوش عشان شغل حلو بصراحه. يعني اللحمه كده تتفوق بصراحه. اللحمه دي 9.5 من 10، الفراخ ممكن تقل عنها شويه تبقى 8 من 10. ما زالوا الاثنين حلوين، والعيش يعني مش عايز اقول لك 10 من 10 يعني. والله نخش على بعض يا حميده. يلا بينا. خلاص مع الحاجه قصادنا ايه، الحاجه كلها هنا ايه. بعمل كده. نخش بقى في تاني حاجه، شويه حواوشي كده. نحط اللحمه معموله بقى برضه اهو. بص الايه، اللحمه دي متقطعه مش مفرومه، يعني مش مضروبه. فتعالى ندوقها ونشوف هل طعمها حلو ولا لا برضه. انا ضربته سبايسي بس هي مش سبايسي قوي. بص بالنسبه لي حواوشي حلو وطعم العيش حلو وطعم اللحمه حلو. كانت عايزه الحشو يزيد سنه بصراحه، بس اوفر برضه ككواليتي بنستخدم لحمه. احنا عاليين بالكواليتي لغايه دلوقتي. شاورما لحمه، شاورما فراخ توب. جيب بعدهم حواوشي، وممكن انا اتكلم معاه في حته ان هو يزود الكميه شويه. دي تشيز فرايز على فكره حلوه. حلوه جدا. بالنسبه لي اخد بوكس الشاورما مع بوكس الفراخ مع البتاع. دي شاورما. احنا طلبنا شاورما كبير ولا ده يا باشا ساندوتش زنجر بالتركي والجبنه سلايسز. لا ده محتاج يتضايق ده، بس ده كبير قوي والله. جوسي عامل شغل جوسي. يعني هو عامل شغل جوسي. لا وانا اصلا يعني الحاجه الثانيه بقى انا ما بنزلش معاه دي خالص. تعالى بقى نجرب الزنجر دوت. قطعه فراخ كبيره مع التركي مع الجبنه السلايسز. شكله لذيذ. جوسي وكريسبي في نفس الوقت يا سيدي. بجد كواليتي الحاجه حلوه، سواء كواليتي الفراخ سواء كواليتي التركي دوت سواء كواليتي الجبنه. ان هو كمان بيحط سلايسز فيها، والفراخ اللي جوه بريدنج كتير. هو ياخد 8.5 من 10 مرتاح. ده الكفته. كفته مشويه بطحينه. عندي تعليق واحد اقوله له ان شاء الله اي حد يجي: بصل بقدونس طماطم. بصل بقدونس طماطم قبل ما ادوق. عشان ساندوتش الكفته يكمل لازم الاضافات دي. ايفن لو الكفته حلوه محتاج الاضافات دي، بيحليها اكتر وبيخلي طعم الساندوتش ميكس كله في بعضه. ولو عملناها في عيش سوري او عيش لبناني تحفه. تعال نجرب البرجر ده. بص بقى اخر حاجه، البرجر بيعملوا زينا هما، بيحمصوه من فوق ومن تحت، حاطين فيه زيتونه. ده برجر محشي يا مصطفى. ستافت. ده ستافت برجر. برجرايه كبيره مع الجبنه مع التركي. هي مش ستافت. البرجرايه دي مش ستافت، بس حاطط برجرايه ملغمه. ايه دي 300 جرام دي ولا ايه؟ مستويه كويس. تعالى بقى مصطفى نلخص التجربه النهارده ونشوف هل السلسله دي جايبه مع ثانيه يا حبيبي. يا ابني هل السلسله ديت فعلا بجد تستاهل ولا ما تستاهلش؟ احنا النهارده رحنا جربنا اللي هو محل اسمه جوسي. تمام،
في زهراء المعادي قبل الفتحه بتاعت 50 هاب وماكدونالدز، واللي هو المكان اللي هو فيه مجمع مطاعم وكده. محل صغير بس هو طلع اصلا محل كبير، في دور فوق معمول وقصه كده، قعدات حلوه، والحوض حاططه لك بره وبتطلع له بسلم. فالمحل اصلا كبير ومكلف، والراجل بصراحه مكلف كواليتي حلوه. وبصراحه شاورما فراخ، شاورما لحمه، الزنجر، الحواوشي لو اتملى شويه، والكفته لو اتحطت عليها شويه التوبنجز الحلوه مع البرجر، فهو اوفر اول هو بيستخدم كواليتي حلوه جدا. وغير كده هو لما احنا دخلنا وظبطنا واتكلمنا وبتاع، هو قال لي طب انا عشان اشغل الدنيا اكتر انا ممكن اعمل لك اوفر جامد ان احنا نعمل 20% لاي حد يجي من الفيديو ده، فهيبقى في 20% خصم على اي فاتوره انت تطلبها. يعني انت طلبت الشاورما، طلبت اي على المنيو كله، يعني تاخد 20% خصم لمده اسبوع من نزول الفيديو. فتعالوا بقى نكسر له الدنيا ونطلعه، لانه بجد بجد هتنبسط. بقول لك ايه، اقفل يا مصطفى.